كم مرة طلعت تصطاد بولتي بالعجينة وما جبتش سمك؟ العجينة بتلزق في ايدك، العجينة بتقع من على السن، العجينة بتبوش في المية. النهاردة وفي الفيديو ده انا جاي اقول لك على افضل سر لعمل عجينة الصيد للبولتي. يلا بينا. انا خالد الغندور، ودي قناتكم قناة قلب صياد، المرجع الاول لكل اسرار صيد السمك، العزب والمالح. النهارده هقول لك على طريقه عجينه ما بتلزقش في ايدك، ما بتقعش من على السن، ما بتدوبش في الميه، وان شاء الله بتجيب سمك كويس جدا، وفيها خبره 40 سنه صيد. وزي ما قلت لكم قبل كده، مش هسيبك الا وانت احسن صياد عزب او مالح. يلا نشوف المكونات ونشوف هنبتدي ازاي. بس قبل ما نشوف المكونات بفكرك، لو انت مهتم باسرار الصيد ومش عايز اسرار تفوتك، يا ريت تشترك في القناه وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس على الكل، عشان كل فيديو فيه سر جديد يوصل لك اشعار بيه وتشوفه في وقته، وان شاء الله يكون مفيد ليك. فاشترك في القناه ودوس سبسكرايب وفعل الجرس على الكل. يلا بينا نشوف المكونات اللي هنبتدي بيها، ونعرف ايه سر خلطتنا النهارده اللي بتخلي العجينه بالمواصفات اللي انا قلت لكم عليها. الاول هنعمل العجينه بتاعت الصيد اللي هنصطاد بيها ونحطها في السن، وبعدين هنعمل عجينه تانية اللي هنزفر بيها. فاللي هنشوفه دلوقتي هي العجينه اللي هنصطاد بيها اللي هتتحط على السن. اول حاجه هنبتدي بيها وهي سر الخلطه النهارده، لان اغلب الخلطه دي في اغلب اخواننا الصيادين بيستعملوها، بس الجزء ده السر ده هو ده اللي هقول لكم عليه، وده اللي هيكون المسؤول الاول عن انه ينجح العجينه بتاعتك ويخليها عامله زي مطاطيه زي اللبان، وتبقى ماسكه في السن وما تدوبش في الميه بسهوله. المكون ده اسمه جيلاتين، انا اعرفه من 40 سنه وبستعمله. الجيلاتين باودر، بصوا هو عامل زي البودره اهو، وده شكله اهو. كل اللي هنحتاجه الكيس ده. على فكره انتوا هتلاقوا الجيلاتين ده موجود عند المحلات اللي بتبيع حاجه الحلوانيه، ودي بقت منتشره قوي دلوقتي وموجوده بسهوله، وممكن هتلاقوه عند العطار. هناخد منه نص معلقه صغيره اهو. مش غالي الكيس ده، كله ب 50 جنيه. كل اللي احنا خدناه نص معلقه، يعني تقريبا ما تعملش 5 جنيه، فهو مش غالي لانك هتعمل منه كتير. هنبتدي نحط على النص معلقه دي شويه ميه، معلقتين ميه مثلا ساقعه جايه من التلاجة، مش ميه سخنه. ميه سخنه هتبوظه، مش هيشتغل. ركز معايا في المكونات دي قوي لانها هتفرق معاك في العجينه. ونبتدي نقلبه في الميه تقليب كويس جدا لحد ما نتاكد ان هو اتقلب في الميه كويس. داب في الميه خالص، بقى شبه العصير بتاع الليموناته كده مثلا اهو. هنركنه بقى دلوقتي خالص ده، وما نجيش ناحيته لحد ما نحتاجه. المكونات اللي احنا بنشتغل بيها دي على قد كوبايه دقيق، يبقى انت لو عايز تضاعف الكميه يعني هتستعمل كوبايتين دقيق. كل الحاجات اللي حطيناها دي هتعملها الضعف، كانها مرتين. كوبايه دقيق قمح عادي، وهنبتدي نحط عليها كيس فانيليا باودر، عشان في فانيليا سايله. كلنا بنستعمله وعارفينه.
هنقلب الفانيليا مع الدقيق كويس. هنبتدي نحط دلوقتي على الكميه اللي احنا حطيناها دي اللي هي كوبايه دقيق، هنحط عليها معلقتين نشا. معلقتين كبار كده كويسين مليانين، معلقه صغيره بس مليانه يعني. نقلبهم كويس. دلوقتي انا جايب بيضه اهي مكسوره في طبق، وهنبتدي نضربها عشان نقلب الصفار مع البياض. ونحطها على الخليط بتاعنا. نتأكد ان احنا نزلناها كلها، حرام نسيب فيها حاجة. وهنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا. هنعجن بايدينا دلوقتي، بس الاول بنقلبها كده عشان المكونات تمتزج ببعضها وتتقلب يعني كويس. ملاحظين دلوقتي ان الجيلاتين اللي احنا حطيناه هنا، اقرب عشان اوريه لكم كويس، اتحول ان هو بدأ يبقى مادة ماسكة دلوقتي، بقت عاملة زي الجيلي كده اهي. هنعمل فيه ايه بقى دلوقتي؟ ده هناخده دلوقتي على ميه سخنه، ونحطه على البخار اللي طالع من الميه كده لحد ما نلاقي الجيلي ده رجع بقى ميه تاني. هنعمله دلوقتي مع بعض. ده الجيلاتين اللي احنا قلنا عليه. بصوا بقى ماده متماسكه ازاي، بقت عامله زي الجيلي اهي. هو كده عشان يشتغل كويس لازم نسيبه في الميه الساقعه لحد ما يتحول لماده زي الجيلي، وبعدين نجيبه. دلوقتي سخنا ميه، حطيناها في طبق، وهنحط الجيلاتين بتاعنا ده بالطبق بتاعه جوه الميه. بعد شويه هنلاقي الجيلاتين ده بدأ يفك تاني ويبقى ماده سايله خالص. هو ده السر بتاع العجينه دي يا جماعه، فمعلش ركزوا فيه شويه. هو ده اللي هيخلي العجينه ناجحه معاك. هنسيبه دقيقتين كده، هشيلهم من الفيديو عشان ما نضيعش وقت. بصوا معايا يا جماعه، الماده اللي هي كانت جيلي رجعت بقت ماده سايله تاني اهي، بقت زي الميه اهي اهي. والجيلاتين ده عشان ينجح معاك لازم تحطه في ميه ساقعه يتحول لجيلي، ماده ماسكه، وبعدين تحله بميه سخنه حمام بخار لحد ما يرجع يبقى مفكوك تاني وزي الميه. هو كده خلاص اهو بقى زي الميه اهو تاني. كده هناخده ونروح نكمل العجينه بتاعتنا. كده رجعنا جبنا الجيلاتين بتاعنا اهو بعد ما تحول لميه تاني، بعد ما كان بقى حته متماسكه زي الجيلي اهو. هنبتدي نحطه على المكونات بتاعتنا. ده سر الخلطه يا جماعه، ده سر 40 سنه خبره. هنا بقى احنا جينا لمرحله ان احنا ايه، لازم نشتغل بايدينا. بجيب كل الدقيق من الاجناب بتاعته. في هنا معايا كوبايه دقيق احتياطي عشان لو انت حسيت انها سايله منك قوي
بس هي زي ما احنا شايفين احنا ما حطيناش ميه، فالدنيا مش سايله خالص يعني. بصوا العجينه تحولت انها كلها بقت قطعه واحده اهي. في المرحله دي هنحط معلقه واحده زيت، معلقه زيت عادي من بتاع الاكل بتاعنا. الخلطه دي يا جماعه الميزه اللي فيها وليه ما بتدوبش في الميه، اي حاجه مكوناتها ميه يبقى اللي يفكها ميه، حطوها قاعده عندكم. فاحنا دلوقتي حاطين الميه يا دوبك هي معلقه الميه اللي حطيناها على الجيلاتين، لكن مش حاطين ميه في العجينه. فعشان كده لما بتنزل الميه بتاعتنا واحنا بنصطاد هي ما بتفكش، لان مفيش في مكوناتها ميه تخليها تفك. بصوا بقت حته عجينه ازاي معايا. لو حسيت ان انت حطيت زيت كتير او زاد معاك الزيت سنه او حسيت انها لينه شويه او كده، ما تتخضش في الاول، بس اصبر عليها وانت بتعجن لحد ما في الاخر تتاكد انها فعلا مش محتاجه دقيق، عشان بس ما تزودش، لان احنا ممكن كوبايه الدقيق اللي انا حطيتها تختلف عن كوبايه الدقيق اللي انت حطيتها وهكذا يعني. حتى نوع الدقيق نفسه بيختلف. فعشان كده لو انت حسيت انها محتاجه حاجه بسيطه كده بس من الدقيق اهو، كاني حطيت معلقه صغيره، عشان كمان ده بيسهل العجن بتاعها وانها تتحول معاكم تبقى عجينه كويسه. يبقى عرفنا سر العجينه دي هي الجيلاتين، وسر التاني لنجاح العجينه هي انك تعجنها كويس. شايفين بعملها ازاي؟ الدقيق بحطه بحساب لو حسيت ان انا محتاج سنه خفيفه. ريحه الفانيليا كانت بالنسبه لي انجح من ريحه التوم، عشان في ناس بتقول ان احنا بنحط عليها توم، والله لو ناجحه معاك كمل، بس انا بالنسبه لي كانت الفانيليا انجح بكتير. بصوا شايفين ده لسه العجينه اصلا ما ارتاحتش، يعني ما سبتهاش ترتاح عشان تدي نتيجه احسن. دلوقتي هنسيبها في الطبق بتاعها، ممكن اغطيها بكيس بلاستيك وهحطها في التلاجة ربع ساعة وهنرجع نكمل. ركز معايا وكمل الفيديو للآخر عشان تشوف كل الأسرار، عشان لسه في أسرار تاني. دي العجينة بعد ما خرجناها من التلاجة بعد ما سيبناها 10 دقايق ربع ساعة. نكمل عجن فيها برضو. كل ما عجنتها عجن كويس جدا كل ما كانت نتيجتها أحسن معاك. حتى لما تيجي تستعملها وانت بتصطاد كل ما تطلع جزء لازم تعجنه بايدك كويس جدا وتحننه زي ما كنا بنقول في البلد زمان. العجينه ما بتلزقش في ايدي اهو. العجينه متماسكه جدا زي ما هنشوفها دلوقتي على السن. العجينه زي اللبان. بصوا فيها بيض. انا ليه بحط البيض؟ البيض ده ماده بروتينيه بتجذب سمكه البلطي. السمك ده ذكي جدا يا جماعه، ربنا خلقه سبحانه وتعالى في ذكاء عشان يقدر يعيش، فبيقدر يميز ايه الغذاء اللي قدامه ده مفيد ليه ولا مش مفيد.
فلما عارف ان ده فيه بروتين هيغذيه او لا. وعشان كده كمان في نوع تاني من العجينه هعمل لكم فيديو تاني ليه، هيكون مفيد جدا برضو. تابعوا القناه عشان تشوفوا الفيديو التاني لما ينزل. انا هنزل لكم كل الفيديوهات الخاصه بالعجين وبيتعمل لايه. هنعمل عجينه للسمك القراميط والبياض، وهنعمل عجينه للبوري. الحاجات دي كلها كل نوع سمك وهو له تفضيلات معينه في العجينه بتاعته وله خصائص معينه في العجينه، هنعملها في مجموعه الفيديوهات اللي هي خاصه بعجين الصيد كله. فعشان كده تابع معايا القناه باستمرار، واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل الانواع دي، ويبقى عندك مرجع كامل ليها تقدر تستعمل النوع اللي يعجبك. ولما تستعمله وينجح معاك، اتمنى ان انت تكتب لي في التعليقات رايك وتجربتك كانت عامله ازاي. ان شاء الله باذن الله. كده اتعجنت كويس جدا وبقت تمام. هنختبرها دلوقتي مع بعض على السن ونشوف. ودلوقتي هقول لك على السر اللي جاي التاني. انا مرمل سنون اهي جاهزه. السر التاني اللي هو في السن بتاع التطعيم للعجينه اللي انا بعمله في السنين دي كلها، فبنقله لك. كلنا لما بنيجي نرمل السن بنعد لفات 5 6 7. لما تيجي تشتغل عجينه لف اللفات بتاعتك دي مش اقل من 12 لفه. بص، حاول تخلي اللفات دي ضعف اللي انت كنت بتلفه. اذا كنت بتلف 6 خليهم 12. انا عايز اللفات على السن تكون اكتر. دلوقتي هناخد حته من العجينه مناسبه لحجم السن اللي انت هتشتغل بيه، ما تكونش اكبر ولا اصغر. قبل ما تطعم بتعملها كده كويس جدا. بندفن السن فيها ونلف عليه العجينه. طبعا حجم العجينه على السن انت هتخليه متناسب للسن اللي انت شغال بيه. بعد ما دفنا السن وقفلنا عليه تاني بالعجينه اهو، بتاكد انها مقفوله كويس على السن. ادي السن بتاعنا اهو، وادي السن بتاعنا اهو. بص مدى الثبات بتاع العجينه، بص مدى الثبات. شايف في تيار ميه هيعمل كده في العجينه اهو. العجينه زي ما هي. دي كده السن بتاعنا اهو. نجربها على سن اصغر كمان. ده سن اصغر اهو. نقطع حته من العجينه زي ما قلنا، بنعجنها زياده كل ما باجي استعملها، كل ما باجي استعملها، لان العجن ده هو اللي بيخليها متماسكه في بعضها ومكوناتها ماسكه في بعضها اهو. بندفن فيها السن اهو ونلف عليه العجينه كويس. اهو. هنعمل اختبار دلوقتي مع بعض ونشوف نتيجته. هنجيب كوبايه ميه، وده السن بتاعنا اهو اللي احنا حاطين فيه العجينه. نتاكد انها زي ما احنا بنحطها للشغل بتاعنا اهي.
اعديها من الورقه دي عشان اضمن انها تبقى في نص الميه. وهنسيبها لحد ما نشوف هي هتبوش امتى. انت كمان بعد ما تعمل العجينه اختبرها كده وتاكد زي ما قلت لك انها بتقعد مده طويله جدا على ما تبوش، لسبب بسيط، هو ان مفيش في مكوناتها ميه. لو في مكوناتها ميه في الحاله دي هتبوش بسرعه. طيب العجينه اهي معانا اللي احنا هنستعملها في الصيد بتاعنا. بنعمل ايه؟ على حسب حجمها وعلى حسب اللي انا هشتغل منه. بصوا يا جماعه، بصوا المطاطيه، بصوا لبان. ادي جزء اهو، وادي جزء تاني. بقسمها على قد الاجزاء اللي انا هطلعها واشتغل منها، على حسب الكميه اللي انت هتصطاد بيها وعلى حسب الوقت اللي انت هتقعد تصطاد. فانا الجزء ده اهو كونته لاربع كور. بنجيب كيس بلاستيك ونحط كوره ونلف الكيس، نحط الكوره الثانيه عشان ما يكونوش على بعض ويبقوا سهلين عليك ان انت تطلعهم ساعه الصيد اهو. ونقفل ونحط الثالثه ونقفل ونحط الرابعه. كده العجينه بتاعتي اهي جاهزه للصيد. لو انت بتطلع ومعاك ايس بوكس صغير فانت هتقدر تحط العجينه دي جوه الايس بوكس، بس ما يكونش فيه تلج، اللي هو قطعه تلج اللي هو بيسيح، يعني اللي هو تلج مش ازازه عاملينها تلج. لو تلج ما تحطهاش على طول، لان الاكياس دي فيها مسام والميه هتخش لها برضو للعجينه، فانت حاول تخليها مش مباشره على تلج لو انت جايبه اللي هو لوح تلج يعني. لكن لو انت عامل ازازه تلج زي دي في البيت ومعكش ايس بوكس، فهتجيب ازازه التلج وتحطها جوه شنطه بلاستيك وتحط كيس العجين بتاعك اهو، وكده هيبقى جاهز معاك للصيد. الجو حر تبقى انت مش قلقان على العجينه بتاعتك، كل ما هتيجي تصطاد هتطلع قطعه من العجين وهتحننها كويس جدا وتبتدي تاخد منها وتشتغل. لو قدرت افيدك في الفيديو يا ريت تدوس لايك وتكتب لي في الكومنتات. بصوا الجزء اللي كان محطوط على السن اهو، زي ما احنا شايفين عامله ازاي. نتيجتها ممتازه ان شاء الله. شايفين بقى اللي احنا حطيناها في الميه؟ انا مجربها قبل كده وبقول لك سيبها كده في الميه ساعه اتنين وبص عليها شوفها دابت ولا لا، هتلاقيها برضو ما دابتش. دي العجينه زي ما وريتك، بص بقالها 4 ساعات في الميه ولسه زي ما هي بعد 4 ساعات. اكتب لي في التعليقات وقول لي قعدت معاك قد ايه، كام ساعه لحد ما فكت. زي ما قلت لك هخليك تعمل افضل عجينه للصيد. دي العجينه هي يا شباب بعد 7 ساعات. بعد 7 ساعات بصوا اهي ولسه مكمله. برضه هستنى تقول لي في التعليقات فكت معاك بعد كام ساعه. الله باذن الله. لكن انا عايزك تعرف حاجه، ان انت لما تستعمل العجينه دي وانت بتصطاد ولو لقيتها خلاص مش موجوده في السن، اعرف ان في سمك صغير شر هو اللي بياكل في العجينه بتاعتك. هي ما باشتش، العجينه اهي ما باشتش. وانت هتعمل التجربه وهتحط العجينه دي عندك في البيت وتابعها وقول لي هل باشت بعد 4 ساعات ولا 5 ساعات ولا 6 ساعات. فمن ناحيه ان العجينه هي تبوش او تفك من على السن، لا، لكن هو ممكن يكون في سمك صغير هو اللي هاجمها وخلاها تخلص من على السن.
ووجود سمك صغير ما يزعلكش لسبب بسيط. انت عارف انك لما تحط طعمايه ايا كانت الطعمايه وفي سمك صغير بياكل فيها، السمك الكبير بيشوفه، ولما يبتدي السمك الكبير يشوف ان السمك الصغير بياكل في حاجه هو هيبتدي يقرب. لما بيقرب من الطعمايه السمك الصغير بيخاف وبيجري، بيحترم الكبير، فساعتها السمكه الكبيره هتاكل. فلو لقيت سمك صغير بياكل معاك في الاول ما تقلقش، السمكه الصغيره هي اللي هتجيب السمكه الكبيره. ان شاء الله منتظر اشتراكك في القناه، ومنتظر تكتب لي في التعليقات ورأيك في العجينة وبعد ما تستعملها إن شاء الله. وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي على خير. إلى اللقاء.